HR أو غير HR for any professional who wants to be part of and successful لازم يا جماعة نحط وقت ومجهود في تكوين مش مظهرنا. أنا مش بتكلم على الشكل، أنا بتكلم على تكوين البروفيشنال بيرسونا. خلينا نقولها كده، بروفيشنال بيرسونا. أنت عايز الناس تعرفك إزاي في السوق. عايزين لما يتقال اسم فلان يقول ده اشتغل على نفسه جدا، ده أخد كورسز كذا كذا كذا، ما عندوش experience بس الولد ده دماغه نظيفة. This is how you present yourself. Yes. لكن لما تيجي حضرتك طالع متخرج من جامعة مش عارف تتكلم انجلش، مش عارف تكتب ايميل، وما خدتش وقت ولا مجهود او سعيت انك تشتغل على نفسك، I'm so sorry، اعينك ليه؟ اديك تشانس ليه وانت ما اديتش لنفسك تشانس؟ انت ما عملتش الافورت، ما عملتش المينيمم بير. المينيمم بير بتاع الكانديديت او اي حد متخرج انه يبقى في تشيك بوكسز كده. اخذ انترنشيبس، عمل ستودنت اكتيفيتيز، عنده لانجويج تانية. ومش بقلل من أهمية العربي، بس احنا عايشين في عالم مفتوح. ما ينفعش نبقى في 2025 وعندنا ناس مش بيعرفوا يتكلموا، مش يتكلموا fluent. Express yourself in English. Yes.